مرحبا بالجميع. في حلقة اليوم غادي نهضروا على المقابلة اللي غتجمع ما بين المنتخب المغربي ومنتخب النيجير يوم الجمعة 21 مارس. في هذه الحلقة غادي نجاوبوا على 3 ديال الأسئلة: من يتفوق تكتيكيا؟ واش هو الذكي ولا الركراكي؟ كيف يمكن أن يستغل الذكي الضعف ديال محور الدفاع ديال المغرب؟ ومن سينتصر في المقابلة؟ من طبيعة الحال غادي نديروا توقعات مبنية على أرقام بطريقة موضوعية. باش نديروا مقارنة ما بين بادو الزكي ووليد الركراكي من الناحية التكتيكية، غادي نعتمدوا على 3 ديال الجوانب. ما هي الفلسفة ديال كل مدرب من ناحية التدريب؟ شنو هي الإنجازات اللي دار كل واحد فيهم؟ وما هو التأثير في الفروق اللي دربوهم؟ وقبل ما نبدا المقارنة غادي نستمعوا إلى رأي بادو الزكي حول الركراكي. ولكن وليد عودنا في كأس العالم لعب ثلاثة ديال المدافعين، عودنا لعب بطريقه ديال 4-1 كيفاش غيتعامل الا كان تاكد الغياب ديال زياش. نعم. كيف غادي يتعامل مع المباراه الا كان وجود زياش، شكون اللي غادي يمكن نعم. يلعب في الجهه اليسرى، واش الزلزولي، واش امين عدلي، واش هذا. فتنظن هي الخيارات موجوده، ولكن كتبقى الكلمه الاولى والاخيره اللي غادي نوقفوا على غدا هو الفكر ديال وليد الركراكي. بادو الزكي هضر على المرونة التكتيكية اللي عند وليد الركراكي، لأنه كيغير التكتيك على حساب اللعابة اللي غادي يدخلوا المقابلة. وفعلا هذه نقطة تحسب لوليد الركراكي، لأنه يجيد توظيف اللاعبين وفق قدراتهم. بالمقابل بادو الزكي يركز أكثر على الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي، بمعنى أن الزكي خص الدفاع يكون قوي، وخص كل شيء ينضبط لذاك التكتيك اللي عطاه هو. ومن ناحية الإنجازات فكل من هؤلاء المدربين حققوا انتصارا تاريخيا في مسيرتهم التدريبية. إلى خدينا وليد الركراكي فقد صنع التاريخ عندما فاز بدوري أبطال إفريقيا مع الوداد، أما بادو الزكي فقد صنع التاريخ مع شباب بلوزداد الجزائري بتتويجه بلقب كأس الجزائر في 2017. بادو الزكي حقق إنجازا تاريخيا في 2004، حيث وصل مع المنتخب الوطني إلى نهاية كأس إفريقيا اللي تقام بتونس آنذاك، وقد وصل إلى هذا الإنجاز بأسلوب دفاعي صارم. أما وليد الركراكي راه وصل المنتخب الوطني المغربي إلى المربع الذهبي في كأس العالم اللي تقام بقطر. وليد الركراكي كيعتمد على واحد الأسلوب اللي جديد كيجمع ما بين الضغط العالي واللعب الجماعي. أما بادو الزكي فالمعروف عليه أنه يعتمد على الأسلوب ديال الدفاع المنظم مع الاعتماد على المرتدات. فكل من وليد والزكي عنده أسلوب تكتيكي خاص به، وبهذا الأسلوب حققوا جميعا إنجازات تاريخية. وليد الركراكي يتميز بمرونة أكبر في النهج التكتيكي، وعنده القدرة على التكيف مع الخصوم المختلفين. فكل مرة كما قال الزكي في التصريح ديالو أنه كيبدل التكتيك المناسب باش يواجه به الخصم اللي غيلعب معاه. الزكي أكثر تحفظا وكيعتمد على الصلابة الدفاعية. بادو الزكي يعرف المنتخب جيدا، له معرفة عميقة بأسود الأطلس، يعرف نقاط الضعف ويعرف نقط القوة. فكيف يمكن أن يستغل الزكي ضعف محور دفاع المغرب؟ المدرب الزكي سيحاول يلعب على الكرات العرضية والكرات الثابتة، لأن المنتخب المغربي عانى أحيانا من التعامل مع الكرات الهوائية كما كتشوفوا هنا باللون الأصفر. الكرات اللي كتجي من الجانب وعلى الهواء كتشكل دائما خطورة على الدفاع ديال المغرب، وربما غادي يستغل الفريق ديال النيجير هذا المشكل من خلال اللاعبين اللي عنده الأقوياء بدنيا. كما أن الزكي سيعطي أهمية قصوى لاستغلال الضربات الثابتة، مثلا لكورنير ولا شي ضربة خطأ اللي كتكون مجاورة للديزويت ديال أسود الأطلس. المدرب الزكي سيحاول استغلال مشكلة محور الدفاع اللي كيعاني منها المنتخب المغربي، خصوصا المساحات ما بين المدافعين كما كتشوفوا باللون الأحمر، خصوصا وأن في بعض المباريات ديال أسود الأطلس ظهرت بعض الفجوات بين قلبي الدفاع،
خاصة ملي كيتقدم الظهير الأيمن والظهير الأيسر إلى الأمام. يمكن للنيجير أن يلعب عليها وأن يستغل الكرات البينية السريعة. كما أن الزاكي سيحاول أن يلعب على الهجمات المرتدة، بمعنى آخر غادي يحاول يغفل المنتخب المغربي ملي كيكون متقدم إلى الأمام. الزاكي معروف عليه بأسلوبه الدفاعي اللي كيعتمد على المرتدات، وإلا نجح في امتصاص الضغط ديال المغرب فقد يحاول مفاجأتهم بمرتدات سريعة. ولكن رغم المشكل اللي كاين دابا في الدفاع في صفوف المنتخب الوطني، يبقى المغرب أقوى تكتيكيا. الزاكي غادي يحاول يستغل المشاكل ديال قلب الدفاع، ولكن كيحتاج إلى لاعبين بجودة عالية باش تنجح الخطة ديالو، وهو ما قد يكون صعبا أمام هذا المنتخب اللي هو قوي ومنظم. من المنتظر أن الزاكي غادي يدخل بهذا التكتيك، غادي يلعب ب5 ديال المدافعين، 3 ديال وسط الميدان وجوج غيتقدموا إلى الأمام. كل ما كانت الكرة عند منتخب النيجير غادي يطلب من الأظهرة باش يتقدموا إلى الأمام، كما كتشوفوا هنا رقم 2 ورقم 5 كيتقدموا إلى الأمام، يعني كيمشيو لبلاصة رقم 7 ورقم 11. وإلا تقدم أحد الأظهرة بالكرة، من المنتظر أن التكتيك ديال بادو الزكي غادي يكون على هذا الشكل. هادوك الجوج اللي كانوا في الأمام غادي يتقدموا ويعاونوا في الهجوم، وسيلتحق أحد اللاعبين بهم، وهادوك الجوج اللي في الوسط الميدان غادي يحرسوا المحور ديال الملعب، وغادي يلعب ب3 ديال المدافعين. هادو غادي يستعدوا إلى مرحلة الانتقال، يعني ملي كتكون الكرة في منتصف الملعب ديال أسود الأطلس، الفريق بكامله غادي ينتقل بهذه الطريقة. وغادي تلاحظوا أن التكتيك ولا الخطة كتحول من 5-3-2 إلى 3-2-5. بهذه الطريقة غادي يهاجموا إلى عندهم الكرة، ولكن إلا كانت الكرة عند المنتخب المغربي يعني غادي يحاولوا يغلقوا المساحات، وغادي تحول التكتيك إلى 5-3-2. وهذه بعض الصور اللي خديتهم من المباراة الودية اللي قام بها بادو الزكي، بمعنى المنتخب النيجير ضد منتخب السنغال. كتلاحظوا هنا 5 ديال المدافعين، 3 ديال وسط الميدان وجوج في الأمام. شوفوا كيفاش كيتحركوا ملي كتكون الكرة عند الخصم، وكيفاش كيتحركوا ملي كتكون الكرة عند حارس المرمى ديال النيجير. وهذه لقطة من تلك المباراة، وهنا كنشوفوا المدافع ديال المحور كيبحث على المهاجم اللي وقف في الأمام. حسابات بادو الزكي لا تنتهي، يعني معروف بأسلوبه الدفاعي الصلب. ممكن يخرج واحد الشكل آخر من هذا التكتيك ديال 5-3-2، بحال هذا الشكل مثلا اللي كتشوفوا. غادي يبدا ب5 ديال المدافعين، 3 ديال وسط الميدان وجوج القدام، ولكن ممكن يطلب منهم إلا كانت الكرة عند الأسود الأطلس في نصف ملعب ديال النيجير، ممكن يطلب من أحد اللعابة اللي في وسط الميدان باش يرجع يساعد الدفاع، يعني غادي يوليو 6. وهادوك الجوج اللي في وسط الميدان لا بد من واحد من دوك المهاجمين يلتحق بهم باش يوليو 3. شكون باقي في الأمام؟ غادي يبقى لاعب واحد، وهذا هو القناص. يعني التشكيلة ولا الشكل غادي يولي 6 في خط الدفاع، 3 في وسط الميدان، وواحد كيوقف في الأمام كيستعد المرتدات. بشكل آخر غادي يحاولوا يدافعوا ب9 ديال اللاعبين، يعني 6 ديال خط الدفاع وهذوك 3 ديال وسط الميدان غادي يساعدوا الدفاع، بمعنى غادي يدافعوا ب9 ديال اللاعبين وواحد كي ينتظر الكرة في الأمام. ممكن أيضا يطلب من اللاعبين باش يلعبوا على شكل 4-4-2، 4 ديال المدافعين، 4 ديال وسط الميدان وجوج ديال المهاجمين. ولكن هذه كلها خطط دفاعية وتكتيكات تعتمد على الدفاع الصلب. غير المشكل ديال هذا 4-4-2 هو ما بين الخطوط، كتكون المساحة وكتكون الفجوة كبيرة ما بين الخطوط، يمكن للخصم مثل المغرب أن يستغلها جيدا. المدرب وليد كيلعب غالبا بتكتيك 4-1-4-1، 4 ديال المدافعين، 1
ما بين خط الوسط وخط ديال الدفاع اللي هو أمرابط رقم 6، وواحد المهاجم اللي هو غالبا غيكون النصيري. هاد الخطة كتعالج داك المشكل ديال 4-4-2، يعني ديك الفجوة ما بين الخطوط كيعالجها بداك رقم 6، داك الواحد اللي كيبقى ما بين الخطوط اللي هو أمرابط. هاد الطريقة ديال 4-1-4-1 غادي يوقفوا على هاد الشكل إلا كانت الكرة عند فريق ديال النيجر، يعني باش يأديو وظيفة ديال الدفاع. إلا كانت الكرة عند المنتخب ديال المغرب، هنا خصهم يأديو جميعا الوظيفة ديال الهجوم بهذه الطريقة. أظن أن وليد الركراكي غادي يطلب من الأظهرة كل من حكيمي ومزراوي باش يتقدموا إلى الأمام. إلا تقدم حكيمي رقم 7 من المنتظر أنه خصو يدخل بهذه الطريقة، وإلا تقدم مزراوي في الظهير الأيسر رقم 11 حتى هو خصو يدخل إلى الداخل الملعب بحال هذه الطريقة. وهنا سيصبح التكتيك أنه سيلعب بدفاع ثلاثي اللي هما 3-4-6. المباراة ديال النيجر ضد المغرب هي مباراة ما بين بلدين مختلفين، ولكن هي مباراة بين دماغين مغربيين. سواء بدو الزكي أو وليد أكيد غادي يقراو الخصم وغادي يوجدوا تكتيك مناسب، فمن سينتصر في المقابلة؟ وباش نديرو توقعات أقرب إلى الواقع غادي نشوفوا التاريخ ديال المواجهات ما بين المغرب والنيجر، وغادي نشوفوا المستوى ديال المنتخبين في التصفيات الحالية، وبعد ذلك ممكن أن نعطي خلاصة وأن نتوقع النتيجة ديال المباراة. اللائحة الرسمية ديال اللاعبين اللي غادي يلعبوا بهم الفريقين بجوج: على اليسار لائحة بدو الزكي، وعلى اليمين لائحة وليد الركراكي. أمامكم 3 ديال اللقاءات السابقة ما بين المنتخب ديال النيجر وديال أسود الأطلس، وشهدت هذه اللقاءات بين المنتخبين تفوقا واضحا لصالح المغرب. إلا خدينا المستوى ديال المنتخبين في التصفيات الحالية كنشوفوا بأن منتخب النيجر حقق فقط انتصارين في 5 ديال المقابلات، ومنتخب المغرب في 5 ديال المقابلات كلها انتصارات وبحصة ثقيلة. لهذا سنطرح سؤال: كيف سيصمد دفاع النيجر أمام هجوم المغرب؟ أمام هذه المعطيات ما هي التوقعات ديال المباراة المقبلة؟ بالنظر إلى التفوق التاريخي ديال المنتخب المغربي في المواجهات المباشرة، إضافة إلى الأداء المميز للمغرب في التصفيات الحالية، زيد عليها العامل ديال الأرض والجمهور لصالح المغرب، يتوقع أن يكون المنتخب المغربي الأقرب لتحقيق الفوز في هذه المباراة. ولكن تبقى كرة القدم لعبة مليئة بالمفاجآت، وقد يظهر منتخب النيجر تحت قيادة المدرب الزكي أداء قويا يصعب المهمة على أسود الأطلس على أرض المغرب. شكرا على المتابعة، وحظ سعيد لأسود الأطلس، وإلى اللقاء.